بيبدأ فيلمنا في مؤسسة عسكرية في الهند، وبيكون في ضابط اسمه خالد باصص بإعجاب كبير جدا لضابط تاني اسمه كبير، وبنعرف إن ده بسبب إن هو واخده قدوة ليه، وبيكون معجب جدا بيه وبالبطولات بتاعته، وأمنية حياته إن هو يكون في الفريق بتاعه. وبيكون القائد بتاع كبير اسمه لوسر، وبيكون الفريق بتاع كبير محتاج ضابط كمان علشان يكمل ويقدر إن هو يعمل المهمة اللي جاية. فبيرشح لوسر لكبير إن هو يضم خالد معاه، وبيقول له إن هو ضابط قوي جدا وشجاع وعمل مهمات كتير جدا خطيرة تخليه يثق فيه. بس كبير وقتها بيكون مش موافق، وده بسبب إن أبو خالد كان ظابط برضه في الفريق بتاع كبير بس كان خاين، وضرب كبير رصاصتين في كتفه وكان هيموته. ومع ان كبير نجا من الرصاصتين دول بس صديق عمره مات. فبيتحرك وقتها كبير ناحيه خالد وبيقول له انا حطيت رصاصه في راس ابوك بسبب خيانته ليا. وبيسال لوسر وبيقول له انت ازاي تفتكر ان انا ممكن احط ابن شخص خاين معايا في الفريق؟ وقتها بيبص له خالد بحزن كبير جدا وبيقول له انا فعلا ابويا كان خاين، بس انت عارف انتوا ازاي عرفتوا ده؟ انتوا عرفتوا ده بسبب ان امي هي اللي بلغت الجيش اول ما شكت فيه. وبيقول له زي ما انا اسمي مرتبط بابويا بس دم امي هو اللي بيجري فيا. ضحت بجوزها علشان خاطر بلدها. وبيخلص خالد كلامه بعدها وبيقول له لوسر سيبنا لوحدنا. ولما بيطلع خالد بره بيكلم لوسر كبير وبيقول له ان ابوه كان خاين، بس الولد اثبت اكتر من مره ان هو ضابط قوي وعمل اعمال كتير محدش قدر ان هو يقوم بيها، وان هو واثق فيه وشايف ان هو مش خاين. وبيقول له برده القرار قرارك. بعدها بيطلع لوسر لخالد وبيقول له ان كبير وافق، بس بمجرد ما تعمل اي غلطه صغيره كبير هيطردك بره الفريق، وان انت لازم تخلي بالك كويس قوي من كل صغيره وكبيره. وبعدها بيسيبه وبيمشي. وقتها بيتجمع الفريق وبيعرفوا خالد مهمتهم عباره عن ايه، وبتكون عباره عن ان هم هيقتلوا واحد اسمه رضوان، وبيكون رضوان ده هو العدو الاول للهند. وبنعرف ان هو بالنسبه للعالم كله مجرد رجل اعمال شريف، وان هم حاولوا كتير ان هم يقنعوا العالم ان هو ارهابي وان هو عايز يدمر الهند، بس دايما مش بيقدروا ان هم يعملوا ده. وقتها بيكون كبير بيراقب خالد وبيشوف ردة فعله، وبنعرف ان الايد اليمين لرضوان واحد اسمه بشير، وبيكون بشير ده موجود في العراق وبينفذ عمليات رضوان هناك. وبيقول لهم كبير وقتها ان رضوان ده هو مهمته الاساسيه بقاله 5 سنين، وحلمه ان هو يقدر يقتله ويخلص الهند من شره. وبيقول كبير ان لو في اي حد غلط في العمليه دي هيقتله من غير تردد. وبيكون وقتها بيبص لخالد علشان لسه شاكك فيه. بعدها بنروح للعراق، وبيكون الفريق بتاعنا رايح للعراق علشان يجيب بشير ويخليه يعترف على مكان رضوان. وفعلا بيروحوا وبيكونوا بيراقبوا الارهابيين، وبيكون في واحده بريئه هتتقتل بالرجم. وقتها كبير مش بيقدر ان هو يمسك نفسه ويسيبها تتقتل، فبيضرب ارهابي منهم طلقه في نص دماغه. بس وقتها بقيه الارهابيين بيمسكوه وبيفضلوا يضربوه لحد ما بشير بيظهر من وراهم. وبنعرف ان كبير عمل كده قاصد علشان يقدر ان هو يلاقي بشير. وبيقول له بشير وقتها انا لقيت البوم صور ليا على موبايلك، انت اكيد عميل هندي وجاي هنا علشان تقتلني. فبيقول له كبير ان هو مش همه في حاجه، وان كل اللي همه هو رئيسه رضوان. فبيضحك بشير وبيقول له رضوان مره واحده ده يقدر يخلينا انا وانت نموت دلوقتي. فبيقول له كبير ان قدامه 3 دقايق بس يقول له مكانه يا اما هيقتله، وان الفريق بتاعه كله في طريقه دلوقتي. فبيقول له بشير ان هو لقى شريحه التتبع وكسرها، وان هو هيعذبه لحد ما يموت ومحدش هيجي ينقذه. بس بيقول له وقتها كبير ان في واحده تانية في بقه ما يعرفش عنها حاجه. وقتها بيخش عليه فريقه وبيفضل يقتل فيهم، وبنشوف قد ايه ان خالد قوي وقتها ومش بيخاف من اي حاجه. بس بيجي ارهابي بار بي جي وبيضرب العربيه بتاعت خالد، بس خالد بيقدر ان هو ينط في اللحظه الاخيره والعربيه بتتدمر. وقتها بيفضل خالد يضرب في الارهابيين، وكان في ارهابي هيخلص عليه بس كبير بيقدر ان هو ينقذ حياه خالد في اخر ثانيه وبيمدله ايده وبيقومه. وقتها بيجي بشير وبيحاول ان هو يضربهم، بس بيحاول خالد ان هو يفضل يضرب فيه، بس بيكون بشير قوي جدا ومش بيتاثر باي ضربه بيضربها له، وبيضرب بشير خالد وبيقع خالد. فبيجي كبير عليه وبيضربه، بس بيمسك بشير ايده وبيفضل يضرب فيه وبيوقعه جنب خالد. وقتها هما الاثنين بيبصوا لبعض وبيقوم خالد علشان يضربه، وفعلا بيقدر خالد ان هو يوقعه. وبيبص وقتها لكبير بفخر، بس وقتها بشير بيقوم تاني بسهوله كأن ما حصلش حاجه وبيضرب خالد وبيوقعه. بس كبير بيكون تعصب جدا فبيقوم وبينط على بشير وبيضربه، وهما الاثنين بعدها بيضربوه مع بعض في نفس الوقت وبيقضوا عليه. وقتها فريق بيتكلم مع خالد وبيقولوا له ان لو في حد بيعد وراهم كان خالد هيكسب علشان قتل اكبر عدد من الارهابيين. وقتها بيضحكوا كلهم وبيقولوا له ان كبير دلوقتي هيديك وضعك المناسب، وبيقول لهم ان هو مش عايز غير ان هو يثق فيه. وقتها ام خالد بتيجي وبتزوره وبتكون جايبه له اكل، وبتقول له انا بقالي 14 سنه عايشه في مذله بسبب ابوك، ارجوك خليني ارجع فخوره تاني. فبيقول لها خالد ان وعد منه هيخليها ترجع ترفع راسها تاني. وقتها بيحضنوا بعض، بس كبير بينده عليه وبيقول له تعالى على مكتبي بعد ما تخلص. تقريبا كده كان في دوسيه واقع وعايز خالد يجيبه له، وهما الاثنين بيبصوا لبعض بحزن عشان عارفين كبير كان عايزه في ايه. فبيخش عليه خالد وبيقول له كبير اقعد، وبيساله هو انت مخبي عني حاجه يا خالد؟ امبارح اخطات في اهداف كتير. وبنعرف ان كل الاهداف اللي كانت على يمينه خالد ما قتلهمش، وبيقول له ان بسبب ده انت مطرود بره فريقي، وبيقول له ان الفريق بتاعه ده عيلته ومش هيسمح بوجود خاين في وسطهم. وقتها خالد بيقول لكبير ان ده مش بسبب ان هو خاين، ده بسبب ابوه، علشان وهو صغير صحابه في المدرسه عرفوا ان ابوه خاين ففضلوا يضربوا فيه وفي عينه اليمين، ومن وقتها عينه اليمين فيها مشكله ومش بيشوف بيها كويس. وان هو رغم ده ما رضاش ان هو
هو يستسلم وفضل ورا حلمه ان هو يكون ضابط، رغم ان هو عارف ان ده هيكون خطر على حياته. وقتها كبير بيتاثر جدا بكلامه وبيقول له كنت فاكر ان انت خاين زي ابوك، وان الخيانه مستحيل ان هي تطلع من الدم، بس انا طلعت غلطان يا خالد، وعرفت دلوقتي ان دم امك هو اللي بيجري في عروقك، وانك شخص شريف ويشرفني ان انت تكون معايا في الفريق بتاعي. بعدها بيتجمع الفريق وبيعرفوا ان القبض على بشير خلى رضوان يطلع بعد ما كان مستخبي، وبيعرفوا ان رضوان دلوقتي في المغرب، وبتكون مهمتهم الجديده هي ان هم يروحوا علشان يقبضوا عليه في المغرب قبل ما يهرب تاني منهم. وقتها بيقول لوسر لكبير ان هو هيكلم الوزير عشان ياكد العمليه، بس كبير بيقول له لا ما تكلمش حد، علشان كل مره رضوان بيكون عارف ان احنا هنروح له، فاكيد في خاين في الوزاره او في الفريق بتاعي بيعرفوا بالعمليات بتاعتنا. وقتها بيطلب كبير من كل الفريق بتاعه ان هم يدوا له الموبايلات بتاعتهم وما يكلموش اي حد، وفعلا بيروحوا وقتها للمغرب، وبيطلع ان المكان متامن كويس جدا من قناصين كتير تبع رضوان. وفعلا بينزل بعدها رضوان وبيكون الفريق بتاع كبير كله رايح علشان يحاصره، واول ما بيدي كبير الاشاره بيقتل خالد القناص. ووقتها كبير بيصاب بمسدس في وش رضوان وبيقول له انا من زمان بدور عليك، اخيرا قدرت ان انا امسكك. وقتها رضوان بيقول له انت فاكر ان انت هتقدر تقبض عليا؟ ده انت كده تبقى عبيط جدا، اسال الفريق بتاعك اذا كانوا عايزين فعلا ان هم يقبضوا عليا ولا لا. وقتها بيبص كبير لكل الفريق بتاعه وبيكون متوتر جدا ومش بيكون عارف مين فيهم اللي خانه، فبيبص على طول لخالد وبيكون خايف ان هو يكون الخاين، بس بيطلع مش هو. وقتها الخاين بيطلع واحد اسمه سراب من فريق كبير، وبيضرب 2 من الفريق بتوعه وبيقتلهم، وبيكون خلاص هيضرب كبير بس بيترمي خالد فوقه وبياخد الرصاصه مكانه، وبيفضل خالد يضرب نار على الخاين بس مش بيجي فيه رصاص وبيقدر ان هو يهرب، بس خالد بيفضل يجري وراه باقصى سرعته، وبيفضل يقول له كبير ان هو مش مهم بالنسبه لي وارجع علشان نقدر ان احنا نمسك رضوان، بس خالد مش بيهتم بكلام كبير وبيفضل يجري وراه. وقتها كبير بيضرب نار على رجاله رضوان وبيموتهم كلهم، وبيكون خلاص هيروح علشان يمسكه، بس في اخر لحظه بيتضرب عليه نار في رقبته وبيفقد الوعي، وبيقدر رضوان ان هو يهرب. بعدها بيفوق كبير وبيكون في مستشفى في الهند، وبيكون القائد بتاعه موجود وبيقول لكبير ان رضوان هرب، فبيزعل جدا كبير. وقتها بيفتحوا له ثلاجه الموتى اللي فيها اعضاء فريقه، وبيكون كبير وقتها متضايق جدا علشان دول كانوا زي عيلته، وبيقول له لوسر ان هم فقدوا خالد من اسبوع ومفيش اي اخبار عنه، بس كبير بيقول لهم ان هو بيثق في مهارات خالد، وبيقول له افضلوا دوروا عليه لحد ما تلاقوه. وفعلا تاني يوم بيلاقوه وبيكون متدمر، بس بيقول له وقتها ان هو لقى الخاين وقتله، فبيقول له كبير ان هو فخور بيه جدا. وبنروح بعدها بسنتين وبيكون كبير في مهمه لقتل ارهابي خطير اسمه فريد حقاني، وبيكون في قائد مختلف بيتابع معاه على الموبايل عشان ياكد له العمليه، وفعلا الهدف بيكون واضح قدام كبير، فبيقول له القائد اضربه قبل ما يهرب، بس كبير مش بيسمع كلامه ومره واحده بيدوس على الزنات وبيطلع ان هو قتل القائد وما قتلش الارهابي. وبنعرف وقتها ان كبير اتحول من ضابط وطني لارهابي. وبنروح بعدها للقائد روسر وبيكون قاعد مع وزيره الدفاع، ومش بيكونوا عارفين ايه سبب تحول كبير من ان هو افضل ضابط عندهم لارهابي بيقتل في الضباط، وازاي كبير يقدر ان هو يتعاون مع الارهابيين. فبتقول له وزيره الدفاع وقتها اقتله قبل ما يقتل اي ضابط تاني، وبتقول له اختار افضل ضابط عندك علشان يقدر ان هو يقوم بالعمليه دي. بعدها بنروح لخالد اللي بيكون في نص عمليه بيقتل فيها في عصابه بتزود الهند بالمخدرات، وبيفضل يضرب فيهم كتير جدا، وبيبان قد ايه وقتها ان خالد اتطور جدا ومستواه بقى خرافي، وبيفضل يضرب في العصابه كلها نفر نفر، بس للاسف واحد من العصابه بيضربه وبيمسكه، بس بتطلع ان دي خدعه عاملها خالد وبيوهمهم بده، وبيفضل يقتل فيهم لحد ما بيوصل لرئيس العصابه وبيخنقه في الميه. وقتها بيجيله تليفون من لوسر بيقول له فيه يجيله علشان عنده اجتماع، وفعلا بيروح خالد لمكان الاجتماع، ووقتها بيعرف ان كبير بقى خاين، وبيفضلوا يتناقشوا ازاي يقدروا ان هم يمسكوه، بس خالد وقتها بيقول لهم اللي انتوا نسيتوا اهم سؤال، وهو ايه اللي خلى كبير يكون خاين لبلده مع انه كان اكتر واحد فينا مخلص ووطني. بس يتجاهل وقتها لوسر الاجابه وبيدي المهمه لواحد اسمه سانيه، فبيتضايق وقتها خالد جدا وبيقول للوسر انا اللي المفروض امسك المهمه دي عشان انا اكتر واحد عارف كبير وتحركاته، فليه تديها لسانيه مع اني عارف كبير اكتر منه. وقتها بيقول له لوسر ان ده بسبب اللي انت بتحب كبير ومش هتقدر اللي انت تمسكه، بس بيقول له خالد وقتها انا بحبه بس بحب بلدي اكتر، واي حد هيقف في وشها والله لا هشيله من فوق وش الدنيا. وطبعا وقتها بيوافق لوسر على طول ان هو يديله المهمه. وقتها بيحط خالد صوره كبير على الحيطه كهدف ليه، وبيكون متضايق جدا من ده علشان كبير كان زي اخوه. وقتها كبير بيكلمه بيقول له مبروك على ان انت مسكت المهمه. وقتها بيحطوا خالد على جهاز التتبع، فبيقول له كبير انا عارف ان انت حطيتني على جهاز التتبع بس ما تتعبش نفسك، كده كده مش هتلاقيني. فبيقول له خالد انت ازاي تعمل كده، انت كنت مثلي الاعلى. وقتها بيقول له كبير ان لسه ببدا، ولو لقيتني اعمل زي ما علمتك واضرب عليا النار على طول، واوعى اصعب عليك عشان لو انت جيت بيني وبين هدفي انت مش هتصعب عليا وهقتلك. وبيقفل بعدها كبير في وشه السكه، وبنروح بعدها لطياره فيها جنود هنود، وبيكون كبير راكب طياره تانية وماشي وراهم، فالجندي اول ما بيشوفه على الرادار بيقلق. وقتها كبير بيكون فوق الطياره وبينط على الطياره التانية، وبيفضل يتسلق في الطياره لحد ما يقدر ان هو يفتح الباب، واول ما بيخش بيفضل يضرب الجنود، بس واحد منهم بيضرب نار عليه وبيقع كبير، بس بيطلع بعدها انه غفله وبيقوم تاني عشان كان
كان لابس واقي رصاص. وقتها كبير بيفضل يضرب فيه وكانت خلاص الطياره هتنفجر، فبيركب كبير عربيه كانت في الطياره وبيمسك الضابط ده وبيرميه من الطياره، وبعدها بينط هو والعربيه بس بيفتح كبير باراشوت. بنروح بعدها للقائد اللي بيكون متعصب جدا علشان كبير قدر ان هو يقتل ضابط مهم زي ده، وبيفضل يهزق في خالد علشان ما قدرش ان هو يمسكه، وبيقول اكيد الدور عليا او على رئيس الوزراء، وان كبير اتجن. بيقول له وقتها خالد ان هو مش هيرتاح غير لما يسجنه. بعدها خالد بيكون مروح لبيته وبيركب القطر، بس وهو واقف بيسمع صوت كبير وراه وبيلف بسرعه اول ما بيسمع صوته وبيحاول ان هو يطلع مسدسه، بس كبير بيقول له انا ما علمتكش تعمل كده، احنا في مكان عام وممكن ناس ابرياء يموتوا. فبيقول له خالد انت ليه بتعمل كده، ده انت كنت مثلي الاعلى. فبيقول له كبير بطل تطاردني يا خالد، انا مش عايز امك تشوفك في كفن، فارجوك سيب المهمه دي. فخالد بيقول له انا عمري ما هبطل اطاردك وهفضل وراك لحد ما اسجنك، وانت اللي علمتني كل مبادئي وعارف كويس قوي ان انا مستحيل انسحب من المهمه. بيقول له كبير وقتها قدامك خيار من الاثنين، يا اقول لك ليه بعمل كده يا اقول لك مين الضابط الجاي اللي انا هقتله. وقتها بيبقى خالد محتار جدا بس بيختار مين الضابط اللي كبير هيقتله. بس وقتها كبير بيختفي وبينزل خالد عشان يدور عليه، بس اول ما بينزل بيطلع ان كبير في القطر، فبيجري عليه بس باب القطر بيطلع مقفول. وقتها كبير بيطلع ورقه مكتوب عليها مين ضحيته الجايه. بنرجع بعدها 6 شهور لورا قبل ما كبير يخون بلده ويبقى خاين، والقائد وقتها بيديله مهمه وبيكون ان هو يراقب تاجر ماس اسمه فيروز، وبيكون فيروز ده الشخص اللي بيغسل الاموال بتاعه رضوان لحد ما رضوان يظهر مع فيروز ويقدر ان هو يقبض عليه. بس بيكون مفيش اي حاجه غريبه بتحصل وبيكون فيروز طبيعي جدا وملوش اي علاقه برضوان، لحد ما بيجي لفيروز مكالمه وبيكون كبير بيتنصت عليها، وبيعرف وقتها ان فيروز يعرف رضوان علشان كان بيبعت له فلوس كتير جدا. وبيتكلم وقتها فيروز مع مساعده عن رضوان وبيقول ان رضوان دايما بيتغلب على الحكومه علشان في 4 ضباط كبار رضوان مجندهم في صفه. وقتها بيعرف كبير برضو ان هو مهووس بواحده اسمها نينا ونفسه يرتبط بيها باي طريقه، ولحسن الحظ نينا دي بتكون صديقه كبير، فبيروح كبير لنينا عشان يخليها تتقرب منه ويقدر ان هو يتجسس على فيروز من خلالها. وبتكون نينا بتحب بلدها وعايزه تخدمها، فبتوافق على كلام كبير وفعلا بتتصاحب على فيروز. وبتكون خطه كبير ان هو يدي نينا فلاشه تحطها في اللاب بتاع فيروز علشان يقدر ان هو يخترقه ويراقبه من خلاله. فبتروح له نينا بيته علشان تقضي معاه يوم، بس بتكون وقتها متوتره جدا وبتدور على اللاب بتاع فيروز علشان تقدر ان هي تحط الفلاشه بسرعه وتهرب. وفعلا اول ما بتلاقي فرصه بتحط الفلاشه في اللاب بتاع فيروز وبتسيبها تحمل. ووقتها كبير كان بيراقب نينا علشان يطمن ان مفيش حاجه هتحصل لها، بس بتجيله مكالمه من المساعده بتاعته وبتقول له ان في دكتوره تجميل عالميه بقت بتشتغل مع رضوان، والدكتوره دي بتقدر ان هي تغير في وشوش الناس بشكل كبير جدا وتديهم وشوش ناس تانية. وبيعرف كبير وقتها ان الدكتوره دي بدلت الوش بتاع فيروز بوش رضوان، وان رضوان هو اللي مع نينا وغير وشه لوش فيروز، فبيخاف جدا كبير على نينا. وقتها بنروح لنينا اللي بتخش الاوضه اللي كانت حاطه فيها الفلاشه، وبتلاقي ان الفلاشه اتشالت من اللابتوب، وبتبص وراها بتلاقي فيروز اللي هو رضوان، وبيطلع ان هو عرف ان هي عملت كده فيه. واول ما كبير بيعرف ده بيركب المركب بتاعته وبيروح على هناك علشان ينقذها، بس للاسف اول ما بيروح بيلاقي ان نينا ماتت، فبيتضايق جدا كبير وقتها علشان وعدها ان مفيش حاجه هتحصل لها. وبعدها بيهرب رضوان بالطياره بتاعته. بعدها بيومين بيكلم كبير المساعده بتاعته وبتقول له ان انت فضلت يومين كاملين ما تكلمش حد، وان كان لازم تكلم العقيد وتقول له اخر الاخبار بتاعه المهمه. فبيقول لها وقتها ان هو شاكك في العقيد علشان هو الشخص الوحيد اللي كان عارف ان نينا مع رضوان، وبيطلب منها ان هي تعمل فحص لسجل المكالمات بتاعته عشان يعرف هو كلم مين بعد ما قفل معاه. فبتتخض مساعده جدا بس بتقول له ان هي هتساعده. وقتها بنعرف ان الضابط اللي كبير قتله في الاول ده هو اللي كان خاين، وهو اللي بلغ رضوان وقتها بوجود نينا، وطلع ان كبير قتله علشان السبب ده، ويكون عارف كبير ان في 4 تانيين غيره خاينين. فقال له بعد اول رصاصه قول لي مين هم ال4 وانا هسيبك عايش، بس بمجرد ما بيقول له اسمائهم بيضربوا رصاصه في راسه وبيقتله. وبنعرف وقتها ان الشخص التاني اللي كبير قتله في الطياره هو اللي قال اسمه، وقبل ما يقتله برضه قال اسم الشخص التالت بس ما كانش يعرف مين هو الشخص الرابع. بنروح بعدها لخالد، وبيكون خالد وقتها رايح للمكان اللي فيه الشخص التالت اللي هيتقتل، وبنعرف ان الشخص التالت ده اسمه بتواس، وبيكون رائد فضاء في الوكاله الهنديه وعنده جايزه نوبل. واول ما بيشوف خالد بيروح ناحيته وبيقول له ايه سبب كل ده، فبيقول له علشان حياتك معرضه للخطر ومهمتي ان انا احميك. فبيقلق جدا بتواس وقتها وبيكون عايز يتكلم في التليفون بس خالد بيمنعه وبيقول له ممنوع ان انت تستخدم التليفون بتاعك، وبيحاول يهربه خالد من المكان وبيركبوا عربيه متامنه كويس، بس وقتها بيتضرب عليهم صاروخ وبيغمى على خالد في العربيه، وبيطلع ان اللي ضربوا هم رجاله رضوان عشان يقدروا ان هم يهربوا بتواس في الطياره. بس وقتها بيجي كبير وبيضرب الطياره ويوقعها، وبيكون بيتحرك ناحيه بتواس، وبعدها بيفضل يستجوبه عشان يعرف منه مين هو الخاين الرابع. بس وقتها خالد بيكون فاق وبيحاول ان هو يطلع من العربيه، وقتها بيقول له بتواس ان هو ما يعرفش مين هو الخاين الرابع، فبيفضل يضربه كبير وبيقول له ان هو لو ما قالوش مين هو هيقتله، وان هو قتل 2 قبله علشان رفضوا ان هم يقولوا له. فبيخاف بتواس جدا وبيكون خلاص هيقول له، بس وقتها خالد بيضرب نار على كبير، بس قبل ما الرصاص بيجي في كبير بياخد باله وبيصدر بتواس علشان ياخد هو الرصاص، وبيحاول كبير ان هو يهرب من خالد، بس بيقدر خالد ان هو
هو يفك نفسه من العربيه وبيجري ورا كبير بالموتوسيكل، وبيفضلوا في مطارده كبيره جدا، وبيحاول خالد ان هو يمسك كبير باي طريقه، بس كبير بيكون مركب سلك حديد وبيعمل مصيده لخالد وبيوقعه. فبيقوم خالد وبيفضل يكمل جري ورا كبير، وفعلا بيقدر ان هو يوقعه، بس كبير بيقدر ان هو يهرب منه تاني، وبيفضلوا يجروا ورا بعض تاني لحد ما بينط كبير في الميه وبيفقد اثره خالد. بعدها بيمسك القائد خالد وبيصرخه، وبيكون ده بسبب ان خالد فشل في العمليه بكل المقاييس، وان كبير قدر ان هو يقتل دكتور بتواس وقدر ان هو يهرب من خالد. وبيقول له وقتها ان الوزيره بتقول هو انت في صفنا ولا في صف كبير، وبيقول له وقتها ان هو طرده بره العمليه. وقتها بيكون خالد بيدور على السبب اللي خلى كبير يتغير ويعرف ليه بعد ما كان وطني بقى خاين. وفي وسط ما هو بيدور بيلاقي صوره لبنت صغيره، وبيعرف ان ليها علاقه بكبير، وبيفضل يتتبعها لحد ما بيقدر فعلا ان هو يلاقي كبير. وبيروح لكبير، واول ما بيشوفه كبير بيتفاجئ جدا علشان مش بيكون عارف هو لقاه ازاي. فبيروح له وقتها خالد وبيقول له تعالى نتكلم من غير ما نتعارك. وقتها كبير بيوافق وبيوديه لبيته، وبيعرف خالد وقتها ان كبير لسه وطني، وان هو مجرد بيدور على الخونه اللي خانوا بلدهم مش اكتر. وفي وسط ما هما بيتكلموا بيتضرب ضربه على كبير، بس خالد بياخد باله وبيقدر ان هو يزقه قبل ما تضربه، وبيطلع ان دول جنود هنود وعرفوا مكان كبير وراحوا علشان يقتلوه. بس هما الاتنين بيحاربوا سوا وبيقدروا ان هما يتغلبوا عليهم بسهوله. بيروح بعدها خالد وكبير لفرح في الهند، وبيطلع ان العروسه دي هي مساعده كبير، فبياخدوها عشان يكلموها، ووقتها بتديهم قرص فيه كل البيانات واللي رضوان ناوي ان هو يعمله الفتره اللي جايه، وبيكون القرص ده مهم جدا للعمليه بتاعتهم. فبيديها كبير لخالد وبيقول له خلي القرص ده معاك وحافظ عليه جدا وشيله في عينك. بنروح بعدها المركب بيكون فيها خالد وكبير، وبيكونوا بيشربوا كاسين احتفالا ببراءه كبير وان هو طلع وطني ومش خاين زي ما كان خالد فاكر. بس بمجرد ما بيشربوا بيكب خالد الكاس بتاعه، وبيطلع ان خالد حط الكبير سم، وبنعرف وقتها ان خالد طلع خاين، او بمعنى اصح ان ده اصلا مش خالد، وان وقت ما كان بيجري ورا سراب اللي هو الخاين اللي كان في فريق كبير في اول الفيلم جه رضوان وقتل خالد من ظهره. وبنعرف وقتها ان رضوان خلى دكتوره التجميل تغير وش سراب وتخلي سراب بوش خالد، وللاسف وقتها بيموت كبير. بعدها بيسافر خالد اللي هو سراب للمكان اللي هو رضوان هيدمروا منه الهند، وبيطلع ان خطه رضوان من الاول هي ان هو يحدف قنبله نوويه على الهند، وللاسف فعلا بيدوس على الزر وبيتركوا الصاروخ. بس بنلاقي وقتها ان كبير نازل بباراشوت وان هو لسه ما ماتش، وبيفضل يضرب في الجنود لحد ما بيوصل لخالد. وقتها خالد بيستغرب جدا ازاي هو لسه عايش وهو مموته بنفسه، فبيقول له انا من الاول ما كنتش واثق فيك وكنت عارف ان انت مش خالد، وده بسبب ان وقت ما حاربنا سوا الجنود كنت بتشوف بعينك اليمين كويس، وانا عارف كويس ان خالد عينه اليمين فيها مشكله ومش بيشوف بيها. وبيقول له كنت عارف برضو ان انت سراب علشان جثه سراب لسه ما حدش لقاها لحد دلوقتي، وبيكون عارف ان هو ناوي انه يموته بالسم علشان لما كلم مساعدته عرف ان في سم ناقص في المقر بتاعهم، وطلب منها ان هي تعمل لقاح للسم ده وتديهوله وقت ما قابلها. وقتها بيقول له سراب انت عملت كل حاجه صح بس نسيت اهم حاجه، وهي ان في قنبله نوويه دلوقتي رايحه ناحيه الهند وهتدمرها. فبيقول له كبير عيب عليك، هو دي حاجه تفوت عليا؟ الصاروخ ده مش هيتجه ناحيه الهند وهيتجه ناحيتنا احنا. وبيخاف جدا وقتها سراب، ورضوان بيكون وقتها هيطلع مسدس ويضرب كبير، فبيمسكوا وقتها وبيقول له سراب لو انت عملت حاجه انا هقتل رضوان. فبيقول له سراب وقتها رضوان ما بقاش ليه لازمه بالنسبه لي، وبيضربه بالنار، وبيكون فاضل في المؤقت ده 50 ثانيه بس تقريبا. فبيهرب سراب بسرعه بالعربيه بتاعته وبيطلع كبير وراه، وبيفضلوا في مطارده كبيره لحد ما هما الاثنين بيدمروا مبنى، وبيطلعوا من العربيه وبيخشوا في مواجهه سوا. وبيكون في الاول سراب عمال يضرب في كبير وبيدخل سكينه في ايده، بس بيطلع كبير وبيتعصب جدا وقتها وبيفضل يضرب سراب بقوه، بس بيرجع سراب وبيكون خلاص هيموت كبير، بس قبل ما يموته بينزل كبير ايده على كتفه وبيضربه في كتفه، وبيقوم وقتها كبير وبيفضل يضرب سراب لحد ما يقول يا بس، وبعدها بيوقعه على الارض وبيوقع مبنى عليه وبيقتله. وبيفتكر وقتها كبير خالد وعينه بتدمع. بعدها بيروح كبير علشان يقابل القائد لوسر، وبيقول له لوسر وقتها انت بطل وانا اسف ان انا ظلمتك واهلا برجوعك لينا. بس بيقول له كبير مش انا البطل، وان البطل الحقيقي هو خالد وامه، ولازم كل الفضل في المهمه دي يروحوا ليه. وقتها امه بتتكرم وبتاخد وسام وبترجع ترفع راسها تاني. لو عجبتك طريقتي اعمل سبسكرايب للقناه ولايك للفيديو ده، ولو لسه ما شفتش فيلم باغي فانا عملت لك ملخص جامد قوي ليه، شوفه دلوقتي علشان 100% هيعجبك. ولو وصلت للحته دي حط الايموجي ده في الكومنتات علشان اعرف ان انت قدرت توصل للحته دي، انت حقيقي شخص مميز. الفيلم بتاعنا كان جامد قوي وعجبني قوي الحقيقه، وكل حاجه فيه كانت مثاليه. بس في رايكم مين احسن واحد مثل في الفيلم، خالد ولا كبير؟ وسلام.